السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام فهد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب العالمين. النهارده عملت طاجن تورلي جنبه رز ابيض، اكل صحي لجسم صحي. ده السلوجن او الشعار بتاعنا، اكل صحي لجسم صحي على النظام الصحي. تمام. بصوا، انا بعتبركم عيلتي طبعا، فانا لو كلمت معاكم كلمه كده ولا كلمه كده ما تاخداش على محمل الجد قوي، انا بفضفض معاكم يعتبر. بصوا، انا عملت الاكل ده، انا مقتنعه بيه، مقتنعه بالنظام ده. طبعا انا عشان استخدمت الكوسه والبتنجان النهارده كوجبه يعني، فانا هفضل طول الشهر ما استخدمهمش، لان هو مسموح بمره واحده بس كوسه وبتنجان في الشهر، ولو ركزتوا البتنجان من غير القشر بتاعه. تمام. والطاجن من غير بصل، من غير توم، من غير جزر، من غير ايه تاني، من غير مرق الدجاج، من غير فراخ. احنا متعودين ان الطاجن التورلي بيبقى فيه كل الحاجات دي، وممكن اعمله بلحمه مفرومه. تمام. بصوا، انا حطيت معلقه سمنه بلدي وشوحتها، وحطيت الكوسه اديتها تقليبه سريع كده عشان يحتفظ باللون، وبعدين حطيت البطاطس، وبعدين اخر حاجه عشان البتنجان سهل ان هو يستوي حطيت البتنجان اخر حاجه، وقلب قلب قلب. طبعا البتنجان من غير قشر لان هو بيتهضم، القشر بياخد وقت عشان يتهضم، بلاس ان هو بيعمل انتفاخات، بلاس ان هو ممكن يسبب لي امساك. فانا يعني خلاص انا اكتفيت ان انا اقشر البتنجان واحطه. بصوا، قللوا على نفسكم والاكل اللي هو تحس ان هو فيه هرمونات. تمام. تحس ان هو هتقولي كل الاكل مرشوش، وطالما انت بتغسليه ما تقلقيش منه. هقولك طالما الحاجة حية، يعني طالما الحاجة حية زي النباتات، يعني حاجة حية بتستقبل الحاجة اللي بترش عليها، تأكدي 1,000,000% ان هي هيبقى في طعمها، حتى لو انتي مش هتلاحظيها في طعمها، بس هي هتعود بالضرر عليكي. فاهمة قصدي؟ طبعا الاكل بملح فقط، ما استخدمتش اي بهارات عندي. انا اصلا كنت في العادي بستخدم كمون وفلفل اسود وملح وشطه. طبعا انا اوريدي كنسلت الحاجات ديت واستخدمت بس الملح في اكلي. وعملت برضو رز ابيض بالملح برضو بالسمنه البلدي. انا كنت سلقه لحمه عشان انا كنت عامله اللهم صل على النبي، كنت عامله كبسه، فاستخدمت الشوربه بتاعت اللحمه، واستخدمت طماطميتين فقط لا غير في الطاجن ده. وطبعا صفيتها عشان البذر بتاعها القشر بتاعها. جربوا يا بنات. احنا طبعا متعودين على الاكل التقليدي من صغرنا، فما فيش مانع لو جربنا شهر. يعني انا معاكم في التجربه، بس طبعا احنا بنختلف عن بعض، كلنا ما بيننا فروق فرديه كتير جدا. فما فيش مانع لو فكرتي تجربي النظام ده على جسمك، وتقولي انت حسيتي ايه اللي ارتحتي عليه وايه اللي ما ارتحتيش عليه، حتى لو كانت هي ممنوعه في النظام وانت ارتحتي عليها عادي. بس ما تكدبيش على نفسك، يعني مش عشان انت متعوده على البصل تقولي لا البصل حلو ومضاد حيوي، لا، هو بيعمل اصلا اوريدي انتفاخات وغازات. تمام. انا حطيت الطاجن كده في الفرن يستوي وخلاص، وبقى هبتدي ان انا اعمل الرز. الاكل عادي جدا، اسهل ما يمكن، ما تاخدش منك وقت في المطبخ. طبعا انا مش هاجي جنبكم حاجه، انتوا بتعملوا اكل احلى من كده طبعا. بس انا بشارك معاكم، حابه ان انا اشارك معاكم تجربتي. لو نزلتوا فكرتوا تنزلوا في الصفحه هتلقوا اكلات حلوه انا كنت بعملها كتير. بس انا حبيت ان انا اعمل رز بسمنه بلدي وخلاص، يعني just enough، مش هعمل حاجه تاني. وطبعا جنب الاكل زيتون اخضر. فالكوسه بتاخد رش كتير، والبتنجان كذلك الامر، والطماطم. الطماطم طبعا انا صفيتها قدامكم عشان البذر والقشر. تمام. ما تنسوش. واي نوت ليه؟ ما فيش مانع، احنا هنموت يعني لو مشينا على النظام؟ جربوا. احنا كده متعودين على الصيام، احنا اصلا اوريدي متعودين على الصيام في رمضان. طب جربوا، امشوا على الموضوع ده، شوفوا هينفع معاكم، هينفع مش، بس امشوا عليه بحذافيره. يعني محدش يجي يقول ايه اصل انا خدت حاجه من بره النظام، لا، انتي مش عليه بحذافيره. وجربي شوفي جسمك هيستجيب ولا لا. لو استجاب كان بيها، ما استجابش يبقى النظام ده اكس كده كله. تمام. بس ده كان الفاينل لوك،
وانا بشكركم جدا ان انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لامي بالرحمه والمغفره. ادعوا لها كتير قوي قوي يا بنات، احنا داخلين على ايام مفترجه، فادعوا لامي بالرحمه والمغفره وامهاتنا جميعا يا رب العالمين. وما تنسيش تحطي اللايك الجميل بتاعك والكومنت اللي بيفرح قلبي، وتخشي على القناه الحمراء تعملي سبسكرايب ما تنسيش. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في الفيديو الجديد. مع السلامه.